السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا فيديو حلو قوي، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. النهاردة معايا تورتيتين مقاس 24 نفس الشكل. نص ونص. عجنة كل حلة من دول 300 جرام وثلاث بيضات. معلقة محسن ممسوحة. ربع كوباية مية. غطا كده صغير فانيليا او رشة فانيليا يعني. هقطع بقى الاسبونج بتاعي ده على رقم 8. هي مطلوبة التورتة دي مطلوبة طبقتين. الطبقة التالتة هشيلها، يعني كل واحدة من دي هتطلع لي 3 طبقات، هشيل منها طبقة. هقشر بس الوش كده. حبايبي بقى اللي بيشوفوني ما ينسونيش بقى يخشوا لي على القناة الجديدة. هي نفس الصورة اللي انا حطاها هنا حطاها على القناة الجديدة. القناة الجديدة اسمها تورتة اونلاين، بحط الفيديوهات على المنتدى بتاع القناة دي. اقطع كده زي ما انتوا شايفين، يعني بين 8 وبين 7 عشان تبقى ارتفاعها حلو. هما الاتنين مطلوبين نفس الشكل، كانوا رايحين بيت واحد يعني، فمطلوبين نفس الشكل بالظبط. كده شلت الطبقتين اهم، دول هيطلعوا تورتايه في يوم تاني، يعني حد هيطلبها اروح مطلعه له، بشيلها في التلاجة او في الفريزر. ما بتقعدش يعني، بتطلب تاني يوم بعدها بيوم بروح مطلعه. هعملهم بقى كده. اول واحدة هحشي من جوه نص ونص ومن بره فانيليا، يعني عشان ما افضلش اغلب في نفسي وكده. حشيت من جوه نص ونص ومن بره فانيليا او شوكولاته، يعني لو مش عاوزه من بره فانيليا ممكن شوكولاته. التورتيتين دول خدوا مني حوالي كوبايه الا ربع كريمه. الكريمه اللي انا شغاله بيها هايبر خام. المتحده خام. المتحده خام بجيب الكيلو دلوقتي ب320 جنيه. فهي يعني تقيلة، حتى لو زودتها مية بتبقى تقيلة وحلوة، بتديكي نتيجة حلوة بالذات في الشتا. طبعا الشتا بقى الكريمة بتبقى متماسكة فيه وحلو. حشيت كده مانجا وفراولة وشوكولاتة. هما يبقوا طبقتين زي ما انتوا شايفين، بس طبقتين حلوين يعني، طبقتين عاليين وحلوين. ممكن كنت قطعتهم 3 طبقات، بس انا قلت هما الطبقتين حلوين يعني، عشان الطبقة حتى تبقى حلوة مبقاش فيها كريمة كتير. فهي طبقتين بس ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو اوي. كده حشيت من النص. زي ما انتوا شايفين هجلسها بقى من بره كريمة. بعلم كده القاعدة، النص اللي هو الشوكولاتة بروح معلمة بيه القاعدة، عشان اما اجي من فوق احط بقى النص اللي هو الشوكولاتة عليه صوصات شوكولاتة، ابقى عارفة انهي نص، مش هحط وخلاص لا. بعلم القاعدة الجزء اللي هو البني، بروح معلمة بيه القاعدة. دي اللي انا شغاله بيه الاسبونج الجاهز دريم، عشان ناس كتير قوي سألتني. دريم ما شاء الله حلوة قوي. انا بجيب الشكارة ب540 جنيه، بس ما شاء الله بتديني ارتفاع حلو، يعني 300 جرام بيطلعوا لي 3 طبقات حلوين في مقاس 24، ويطلعوا لي 4 طبقات حلوين قوي في مقاس 20. فما شاء الله اسبونج جميل قوي. زي ما انتوا شايفين انا جلست التورتايه اهي، ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو. كده بقى انا عملتهم الاتنين وحطيتهم في الفريزر كده، شدوا شويه، وبعد كده هقفلهم بقى معاكم. قبل ما انسى، بطلع التورتيه من دي ب200 جنيه. لو هي 3 طبقات هطلعها ب250، دي مقاس 24. بطلعها طبقتين عاليين كده وحلوين زي ما انتوا شايفينهم ب200 جنيه. 3 طبقات بطلعهم ب250. حطيت بقى جزء الشوكولاتة، بعد كده احط بقى الجزء اللي هو الجوليو الفراولة. يعني هي قالت لي اعمليها على ذوقك، يعني ما قالتليش شكل معين، قالت لي المهم تبقى نص ونص. هفرد بقى كده الجوليو الفراولة كده. حطيت كده عندي اوريو، اللي هو تقليد الاوريو ده بشتريه من عند العطار، حطيت شوكولاتة.
حطيت عليها صوص كده عشان تدي شكل حلو. كان شكلها ما شاء الله حلو قوي، وكانت رقيقة وحلو. فانتي عاوزة تطلعيها اكتر من كده حلوة، عاوزة تطلعيها اقل من كده بس هي حلوة يعني، هي سعرها ب200 جنيه حلو. حطيت توت وحطيت شبابيك كانت عندي حطيتها. هعمل برضو التانية نفس الشكل بالظبط. دي كانت اول شكل، هقفل برضو التانية. الطبقتين بقى اللي انا شلتهم دول على جنب وبقول لكم بيطلبوا دول، يعني لما جيت عملتها طلعتها ب170 لان الطبقتين قليلين عن الطبقتين دول. فطلعت الطبقتين على رقم 8 ب170 جنيه، لكن دي كانت تقريبا على رقم 7 او بين 7 وبين 8. فهنا الزبونش عالي، لكن التانيين طلعتهم ب170 جنيه. فالحلتين 600 جرام طلعوا لي 550 جنيه، 500 وكام 570 جنيه. طلعوا لي 570 جنيه. 600 جرام، ولا مصلي على النبي، و6 بيضات. برضو دي بقى ايه، بس حطيت البسكويت نايم كده. نفس الشكل برضو. ده بقى كان شكلهم النهائي. كان شكلهم ما شاء الله حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات جديدة. مع الف سلامة.